النبي يقول وأختم: اقرأوا القرآن يا شباب، يا نساء، يا رجال، في سيارتك اسمع القرآن واقرأ القرآن، في بيتك اقرأ القرآن، اسمعوا الحديث تأملوه، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. ما قال احفظوا، والحفظ مرتبة أعلى، لكن قال اقرأوا. لا تتعذر انك ما انت بحافظ، اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لكم يوم القيامة. القرآن يحاج عنك يوم القيامة عند الله جل في علاه، وكلنا بحاجة في ذلك الموطن أن يحاج عننا القرآن العظيم. يأتي يوم القيامة القرآن وأهله، منهم يا رسول الله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، وفي رواية ولهما غمامتان ظلتان، ظلة فوق الشخص تظلل عليه يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن، أو تستظل تحت العرش بصدقتك، أو تستظل بحفظك لكتاب الله. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا. هنيئا لشباب القرآن، وهنيئا لحلقات القرآن، وهنيئا لآبائنا الكبار في السن وأمهاتنا وأخواتنا الذين يجلسون الليل والنهار يقرؤون القرآن. ولذلك العلماء من هذا الحديث بعضهم يقول إن عدد منازل ودرجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم. يقال اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند إيش؟ عند آخر آية تقرأها، عند آخر آية. يوم القيامة إذا قيل لك اقرأ ووقفت يوم القيامة وش تقف عليه؟ تقف على آية واحدة؟ احفظوا واقرأوا القرآن ورتلوه حتى يأتي هذا القرآن يوم القيامة شفيعا لك، وترتفع به منزلة تلو الأخرى حتى تكون في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الذي في جوفه القرآن، أن الذي ليس في جوفه القرآن كالبيت الخرب، بيت خربان. زينوا بيوتكم، هذا البيت اللي تحتاجه يوم القيامة زينوه بالقرآن الكريم. اقرأوا سورة البقرة واقرأوا سور القرآن الكريم واستشعروا هذا القرآن الكريم. لا أقول ألف لام ميم حرف، وشوف الله هنا جعلها ألف لام ميم عشان يعلمنا أنها في سورة الفيل مثلا ألم ترى أنها 3 حروف بعد. ليش هنا نقراها ألف لام ميم وهناك ألم ترى؟ هكذا جاءت الأحرف بقراءتها نقرأها تعبدا، لكن في الأجر هي 3 حروف، ألف لام ميم وألم ترى، 3 حروف. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، كم فيها من حسنة؟ إذا ضربناها في 10 190. الجزء الواحد كم فيه من حرف؟ جزء القرآن الواحد فيه 70,000 حرف، اضربها في 10 700,000 حرف، والله يضاعف لمن يشاء، فضل الله عظيم. 700,000 حرف، 700,000 حرف في جزء واحد. مقدار القراءة بالتوقيت بالساعة، اللي بيقرأ من الماهر بالقراءة طبعا الذي لا يتتعتع فيه 3 ساعة 20 دقيقة إلى نصف ساعة تستطيع أن تقرأ القرآن أو تقرأ جزءا من القرآن الكريم. يا جماعة لماذا هجرنا هذا القرآن؟ أهل الله وخاصته هم أهل الكتاب والقرآن. أهل كتاب الله هم أهل الله. معنى أهل الله هنا يعني أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها الأحبة، اجعلوا القرآن صاحبكم في الدنيا وفي الآخرة، واختموا القرآن بقدر ما تستطيعون. نصيحة: لا يمر عليك الشهر من غير أن تختم كتاب الله. اليوم إذاعة القرآن مشكورة، نشكر الإخوة الكرام والقنوات الإسلامية التي تبث القرآن على مدار الساعة، تبث لكم القرآن كاملا خلال شهر على مدار اليوم، وبأصوات القراء المتقنين الحفاظ المجودين. تسمع أئمة الحرمين الأحياء منهم وبعض الأموات، وتسمع أئمة أهل الإسلام من القراء المشاهير، وترى الصوت الندي وتسمعه. يا جماعة القرآن حلاوة لقلوبنا،
وراحة لأبداننا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا يمر عليك الشهر إلا وقد ختمت ولو مرة واحدة. الصحابة أتوا إلى النبي واشتكى ذلكم الصحابي، قال يا رسول الله إني أريد أن أقرأ القرآن، يعني أختمه، أقدر عليه في كل كم؟ قال في الشهر مرة. قال إني أستطيع أكثر من ذلك، قال كل 20. قال أستطيع أكثر، قال كل 15. قال أكثر، قال كل 10. قال أكثر، قال كل 5 ليال. ثم قال أستطيع أكثر، قال كل 3 ليال. 3 ليال. أحد السلف دخلوا عليه من الصحابة وهو يبكي، قال له بعض الصحابة أفقدت مالك؟ قال لا أعظم. قال أمات أحد من أهلك؟ قال لا أعظم. قالوا ماذا حصل لك؟ قال والله إنه ذهب علي وردي البارحة ما قرأت القرآن الكريم. ليش؟ قال ما ذاك إلا بذنب اقترفته. يبكي على أنه ترك ورده ليلة من القرآن الكريم، فكيف بمن يترك القرآن الكريم أياما وأياما كثيرة. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وقلوبكم، وأن يجعله سببا لنصرتنا وسببا لتوفيقنا وعزا لأمتنا وصلاحا لأبنائنا وهداية لأنفسنا ولنسائنا وأمنا في ديارنا وصلاحا لولاة أمرنا ودليلا لعلمائنا وحكما لقضاتنا وشفاء لمرضانا، وأن يجعل القرآن طريقنا إلى جنات رب العالمين.